نحكيو على عمل مسرحي جديد بعنوان زمان الفلاقة لزهير الرئيس وإخراج محمد الكشو. تدور أحداث المسرحية في ميناء بحري في ليلة من ليالي الشتاء، يقوم جندي صبيحي بحراسة المكان من الفلاقة. أنا قلت اسمك أنت مش اسم أمك. عبد الله. ولقبك؟ بوسلاح. شنو عبد الله بوسلاح. هذا اسمي أنا. اسم بابا. اسمي أنا. واسم باباي أنا واسم الحنانة ثاني. هو واجب علينا باش نعيدوا التاريخ، لأنه التاريخ هو الأصل متاعنا. إذا كان الأصل متاعنا قوي راهو تونس ديما بخير. سيرتو معناها اللي الناس اللي خرجوا في الوقت هذاك لا عندهم أحزاب سياسية لا أجندات ولا حتى شيء، خرجوا حبهم الوحيد هو لتونس. العمل هذا مستوحى من رحم المقاومة الوطنية ضد المستعمر بين 1952 و 1954، وحاول صناع العمل استحضار بطولة الفلاقة في مقاومة المحتل الفرنسي. ما نجموش نحطوا عليه بدقة لأنه طبعا المسرحية ما زالت ما ترددش، لكنها واعدة لأن فيها ممثلين ممتازين كبار مش في العمر في القيمة الفنية. صفحة من صفحات التاريخ التونسي، يمكن فهم برشا عباد ما تعرفش الفترة هذيك وما يعرفوش الأسماء هذه، على الأقل معنا نرجعوا لهم في الذاكرة نتاعهم. معنا مسؤولية كبيرة باش تتحدث على موضوع كيما هذايا يقشعر اللحم. دونك فما حاجات اللي نتصور نجموا نتقاسموها مع الجمهور التونسي اليوم، فما بوكو دو ميساج اللي نجموا نوصلوه للتونسي اليوم. في المسرحية تتفكروا الأماكن اللي كانت شاهدة على بطولات المقاومة التونسية، كيف ما جبال برقو من ولاية سليانة، وسيدي عيش من ولاية قفصة، وسمامة في ولاية القصرين، وإشكل من ولاية بنزرت، والحامة من ولاية كابس، وعديد المناطق الأخرى، وهي أماكن جلت قدستها في تدوين تاريخ المقاومة التونسية ودورها في تكريس الوحدة الوطنية.